عاش يا بيرجو عاش ولكل الابطال عاش. ازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ لسه صاحي من النوم حالا، اكتشفت ان انا بقالي اسبوعين ما نزلتش فيديو، وانا قلت لكم الفيديو اللي فات انه لو وصل 15000 لايك هنزل فيديو على طول، والفيديو وصل ل 25,000 لايك. لا ثواني كده، 26,000 لايك و5000 كومنت. عاش يا بيرجو، ناس بتشكر في الفيديو. فبجد الحاجات اللي هي حرفيا ببلاش زي لايك او كومنت ده بيخلي الواحد يتشجع ان هو ينزل فيديو كل ثانيه مش كل يوم. فبجد عاش يا ابطال عاش. فيلا كل اللي بيشوف الفيديو ده ينزل يدوس لايك، وما تنسوش تعملوا كومنتات كتير فشخ عشان الفيديو يتشاف كده، ويلا نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك. طبعا عارف ان انتوا قدها واكتر كمان. وقبل ما نبدا بقى الفيديو هرد على اكتر سؤال بتسال لي عن الانستجرام. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، هتلاقوا اللينك في الديسكربشن، او اكتبوا بيرجو بالعربي او بالانجلش هتلاقوني. ايه البرنامج اللي بتمنتج بيه الفيديوهات؟ فبالصدفه البحته لقيت البرنامج اللي انا كنت بمنتج بيه اول ما بدات يوتيوب، الشركه بتاعته بعتالي على الجيميل بتقول لي اعمل اعلان لينا. طيب سريعا كده، البرنامج اسمه فيلمورا. فيلمورا ده بقى مش محتاج ان انت تكون متعلم مونتاج عشان تبدا عليه، زيه زي اي ابلكيشن جديد انت منزله، ربع ساعه نص ساعه عليه بالكتير هتفهم كل تفصيله فيه. غير ان انت ممكن تضيف عليه افكتات زي الافكت ده مثلا، وجو الافلام بقى تعمل شريطين اسود كده وتروح عامل كده بقى. ممكن كمان انت تعمل شخصيتين في الفيديو منك انت. هتلاقوا لينك في الديسكربشن، وهتلاقوا لينك للاضافات اللي انتوا ممكن تضيفوها للبرنامج في الديسكربشن. بس كده، موضوع بسيط. ويلا نبدا الفيديو. اللي متابعني من زمان هيعرف ان انا عندي حساسيه من المحتوى الهادف، والمحتوى الهادف ده ما اقصدش بيه المحتوى اللي حرفيا هادف، اقصد الفيديوهات اللي بتستعطف الناس وتلاقي صنبن للفيديو انا مشلول، انا مريض، انا فقير. فتعالوا نعمل ريفيو على الفيديو ده دلوقتي حالا. الفيديو اسمه هانوا صاحبهم عشان فقير. هادف. اي خدمه يا عم اهو، بخرجك وبستحك. محدش عمل معاك كده. اول الفيديو بيبدا بذل، يعني اول القصيده ذل. ايوه يا عم، محدش بيخرجك، انا بس اللي بخرجك. محدش بيعمل معاك كده. ايوه بنات. انا مخنوقه اقسم بالله. يا ابني انا عامل فيكي تاني، يعني مخرجك جايبك في نجيله وخضره في كافيه، عامل فيكي تاني. جايبك في نجيله في خضره في كافيه، اعمل لك ايه تاني؟ زهقان ليه؟ انت مفتري معاق وزهقان؟ ايه ده؟ ايوه يا عم، بس انا برضه بحس ان انا حمل كتير على الناس، وانا فعلا حمل كتير على الناس. يا ابني انت عبيط. يا ابني اخويا يا ابني. انت اخويا. يالا جدعان اصلا. يالا انت انا دراعك يا. انا بنزل اشوف حد عشان طيب يا عم مش فاهم انت موفره بس. مش عارف هي ايه لازمة البنت قاعدة ماسكة الموبايل؟ يعني انتوا جايبينها غصب عنها طيب ولا مش فاهم؟ ما تتكلمي، قولي حاجة، اتكلمي. بقول لكم انا عايز اتفرج على زمان اللي في السينما. لا ما اسموش كده. تقول ايه انت؟ بقول لكم انا عايز اتفرج على زمان اللي في السينما. ظنن ايه؟ عايز اروح اتفرج على ظنن اللي في السينما؟ لا حرام، انت جاي تشلني. صحيح يا تركي، مش هنروح الماراثون؟ خلاص ايه ده؟ مسابقة المعمول. مش هنروح الماراثون عشان ده مكان بنجري فيه واحنا معانا واحد معاق، فمش هنروح الماراثون. طب ما انت عندك دم، في واحد مشلول قاعد على كرسي جنبك. زي كأنك جايب واحد صاحبك اعمى وبتقول لصاحبك شايف هذا الخضار الشاسع، هو مش شايف. تيجي نروح الماراثون. امتى ده؟ خلاص تعالى بقى نروح. بص مش عارفه تقول ايه. امتى ده؟ امتى ده؟ خلاص تعالى بقى نروح بس. انتوا جايبينها، انتوا هي ماضيالكوا شيكات يعني، ماسكه عليكوا زله مثلا. بقول لك ايه صحيح، ما تيجي نكلم الواد احمد يجي ياكل معانا. بس يا ستي والنبي بس، عشان ده انا بحسه مشلول، عز المشلولين يعني. بس عرضو. ليه ده حلو لذيذ لا ليه ده حلو لذيذ لا ما تكلموش انت. وفي حد يقول لا عشان ده بحسه مشلول. ما حدش بيقول يعني ما بنقولهاش دي، يعني احنا بنقول بس ده واد بارد، بس ده واد يوكو كده مثلا مشلول. ما حدش بيقول انا بحس ده مشلول، ما بتتقالش دي يعني. نادر زعلان ولا ايه؟
موسيقى حزينه اتحطت دلوقتي. بيتزا بيتزا ناكل بيتزا. هو انا هجيب بيتزا قشطه. لا بس انا عايز اروح شويه. تعبت ايه تعبت معلش عايز اروح. يا اخويا؟ هجيب بيتزا عظيمه ناكل. لا معلش. هجيب لك بيتزا اقعد ما تقلقش يعني. والله عايز اروح. هو افتكروا اتضايق ان هو هيجيب لها بيتزا ومش هيجيب له هو، فبقول له هتمشي ايه هجيب لك بيتزا يعني في ايه؟ لا لسه ما تعبتش. خلاص يعني تعال نوصله. لسه موصلاه امبارح. طب انا اتخبطت في ايدي مش هقدر امسك كرسي. حرام مفيش كده. ما انا لسه موصلاه امبارح. يعني طب انا اتخبطت في ايدي مش هقدر امسك كرسي. وانا اتخبطت في ايدي مش عارف يتكلم. موصلاه امبارح. يعني طب انا اتخبطت في ايدي مش عارف انا مش فاهم انا بعمل ايه هنا. ده ايه في خلاص انا الفيديو؟ يا ما حدش يستحمل. لا انا عارف. وات ذا فاك. جبت لكم بقى فيديوهات من الجانب المظلم بتاعنا. الناس تشوفني تقول لك الواد ده جنتل معاه فلوس وخايب الدنيا، وانا على الله معيش جنيه في جيبي. بعيدوا عني بقى، بعيدوا عني. حرام عليكم. الناس تشوفني تقول لك الواد ده جنتل معاه فلوس وخايب الدنيا، وانا على الله معيش جنيه في جيبي. بعيدوا عني بقى، بعيدوا عني. حرام عليكم. الواد ده يمثلني لما شفت الفيديو بتاع نادر الكوميدي. بعيدوا عني بقى. انت بتعمل ايه؟ بص يا ابني يا مستفز. هو عايز واحدة وهو واقف كده يا مكانك يلا حشدني وكمان جاي تقلدني علشان انا بحمد ربي دايما ربي مزودك والله مزودك انا شفت مزودك. الناس كلها سواسية. اسف محطوط في حزام الناشف من يومي مجنون وبجازف على لحن الموت انا عازف اغنية احساس عن دغري كرهت الناس لو عشت جدعتك. عنوان الفيديو هو الرد. انا اعرف واحد بيعيط لما يسمع قرآن، شخص لما بيعيط يسمع اغنية حزينة، انما شخص يعيط على مهرجان دي لا. انا من رايي تقلعوا في الميوزيكلي او في تيك توك. بلاش نوصل للكرنجي ده، بلاش. لا يعني انتوا قلعين كويسين. لا انما هتعيط هنتموحن على مهرجانات خلاص. للدرجه دي وصل بينا الجنان ان احنا عشان نتشهر نعمل اي حاجه. وفي ايه غلط؟ انا هنزل الشارع اسال الناس، هسال الناس ايه الغلط، احنا ولا هم؟ احنا في الشارع وبنسال الناس، عايزين نسالهم مثلا حلمه يبقى عنده كام فولورز على الانستجرام. الناس اللي بتحب الميوزك والحاجات دي. تعرف تجري؟ حلو. تعال نسال الناس في الشارع بيعملوا ايه. ممكن نسجل معاكم لقاء على اليوتيوب. حلمك يبقى عندك كام فولورز على الانستجرام؟ مش هتفرق. مش نفسك تبقى فيمس كده وتعمل ميوزيكلي والبابا حضر كنه ونام؟ مش لازم. انت راجل محترم والله، مفيش زيك في البلد. يعني دلوقتي مثلا الناس كانت تسال زمان ايه انت نفسك تتخرج ايه، يقول لها نفسي اتخرج دكتور مهندس. دلوقتي انا نفسي ابقى عندي 100,000 فولورز على الانستجرام. تخلف. انت ضد الفكره دي اصلا، ضد الميوزيكلي تماما. ده راجل محترم من الناس النادره اللي في مصر، فاهتموا بالناس دي. الناس دي لازم هي اللي تتشهر. انت نفسك تتشهر بس بطريقه محترمه شويه. اسمك ايه يا معلم؟ ماجد. حلمك يبقى عندك كام فولورز على الانستجرام؟ عادي انا ما بفتحش انستا. ما بتفتحش انستا؟ يعني مش حلمك اللي هو يبقى عندك 100,000 متابع؟ لا. انت برضو محترم. انا حقيقي دي يا جماعه امثله جميله. شكرا يا شباب، امثله جميله. يعني ليه الناس بتحلم بالفولورز؟ مش عايز فولورز الستايل، مش عايز له فولورز. خليه بقى جنب الهندسه بقى كده. جنب الهندسه فلوس برضه. انت تعرف ان في ناس عندهم البوست مثلا على الانستجرام ب 10,000 جنيه؟
صورة كده زي كده. انت عندك كام فولورز معلش؟ 300 تقريبا. مش ناوي تعمل ميت اب؟ ان شاء الله. تلم الفانز فولورز مش كل شيء. قربك من ربك هو كل حاجة. ما الناس زي الفل، هم في ايه؟ انا كده اطمنت ان الجيل اللي جاي ده مش هيبقى في الخرا ده، مش هيبقى همه بقى فولورز ولايكات او مش عارف بقى، انا ما سالتش غير 2 ولا مش عارف، مش فاكر كانوا كام. خش على الفيديو اللي بعده، نفس الشخص اللي بيشلني، خش لي بفخادك تعالالي. وان كنت مفلس خالص خالص وما حدكش جنيه، قول على الجزمه الباته اللي انت لابسها الناس ان ايه، مسري على الدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقول لك شايل طاجن ستك ليه، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املاها على ذوقك او بشوقك. انا هفترض انك موهوب، انا عايز اشوف راي الناس فيك بقى، انا شرير فشخ. دلوقتي احنا يا شباب نزلنا الشارع، سيبنا بقى من جو البيوت اللي احنا بنقعد فيه ده ونسجل فيديوهات، صح ولا لا؟ طبعا. ما ينفعش تسجل فيديو انت في البيت. على طول هنا بالزبط. في القرب. قولوا 10 ابطال بس كده. 10 ابطال. عين شمس بلد الابطال، عصام زردن بيمسي عليكم. عصام زردن ابو الزرادين. ابو الزرادين بيرجو لازم اسمعكم. ده نمشي بقى والله. بص ده كائن غريب ظهر على السوشيال ميديا، انا مش فاهمه، عارفه؟ اوعى تقول لي المغني. خد يا صاحبي وريني. استنى بقى. وان كنت مفلس خالص خالص وما حيلتكش جنيه، قول على الجزمه الباته اللي انت زي الناس ايه. بس ايه رايك؟ ما تخليش حد يقول لك ده شخصيه لو شفتك هخرم لك في خيالك. خلي بالك ابو الزرادين لو شافك هيزعلك. شفنا الفيديو. رساله يا شباب للاخ ده ان هو يكمل في الغنى ولا انا اللي رايي بلاش شتيمه بقى. اقعد كل في بيتكم، تبقوا في خد انت، اقعد في بيتكم كل رز وكبر في قرشك وفي خدك. ايوه. ما تعملش فيديوهات تاني عشان لو شفتك عامل فيديو هخطفك. يعني ما يكملش غنى ولا غنى ولا في خد. لا حذاري حذاري من فانزي بيرجو، عشان انا مجنون. حذاري من فانزي بيرجو. 10 رجاله. عايز يا عم تتشهر، بتعمل كل ده عشان تتشهر، غلط. تعالى انا هقول لك تعمل ايه. الو، ايوه علي، بقول لك ايه، انا عايز عربيتك وتجيلي هنصور جواها. لا مش محتوى هادف، بس هو هنشرح يعني للناس ازاي تتشهر، يعني زي احمد حسن كده فيديوهاته في العربيه، مش كميه اسفاف غريب وشخص عمال يطلع بفخاده وكرش وفاكر ان كده هيتشهر. فانا عايز اقول له لا، خد مثل اعلى احمد حسن واعمل زي انا ماشي هنزل. سلام. يا سلام. تخيل بقى بنصور رياكت في العربيه. لا عادي بقى، ما اشمعنى يعني جت علينا احنا؟ ما كله عمال يصور رياكت ويتنيل يعني. لا بس احنا في العربيه. ايه المشكله مش يعني؟ محتوى هادف. لا هنعمل محتوى هادف ونخلي الناس تدمع، ما تشغلش بالك. حط ايه قرآن. نحط الكلام ده كله وبتاع، ما تقلقش. الناس هتشوف يعني مثلا اعمل محتوى ان مثلا الميه قطعه وانا بعمل حمام وواكل قبلها محشي، وتخيلوا بقى يا ترى رد فعل السيفون ايه؟ ماشي؟ مثلا انا هوريك بعينك مثل ملموس، يعني ده المثل الاعلى لينا ملموس والله. هو بتاع الحاجات دي. اسمه احمد حسن برانكس. مين؟ ايه؟ احمد حسن برانكس اسم الصفحه كده. ايه برانكس؟ مقاله. ده مسيحي؟ ماله الاستاذ برانكس؟ هو الاشقر ده. ما شاء الله. ولا احمد حسن مات. طب ده يعني ده اخر فيديو عمله ولا ايه؟ مش فاهم يعني ايه مات. ده جايب 10 مليون يا بيرجو. ايوه عشان مات. يعني 10 مليون عشان مات؟ انت ما تعرفش يا ابني. ومات في عربيه. طب لو مات في حادثه، طب لو مات شهيد، يعني ده لو مات شهيد هيجيب كام مليون؟ ما تجيبليش اسم برانكس ده، ما تجيبليش اسم برانكس ده بيعصبني. ايه برانكس؟ يعني ايه برانكس؟ معلش. برانكس مثلا يا علي، بص مثلا ده معطر صح؟ يعني مثلا ايه دلوقتي احنا هنعمل برانك. دي مثلا هنقول ايه؟ اكنك مش موجود معايا في العربيه. النهارده يا شباب معايا البخاخ ده لو حد شمه بيغمى عليه، فهعمله بقى في علي صاحبي وهيغمى عليه وهنشوف رد فعله ايه. بس انا كده مش واخد بالي المفروض. انت عادي، هقول لي هنروح فين مثلا. مساء الخير يا ابو حميد. ازيك يا علي؟ الحمد لله. ايه هنروح فين النهارده؟ هنتفسح نروح اي حته. يا ترى ايه اللي في ايدك دي يا احمد؟ دي بيرفيوم. ممكن نشم شمه؟ انا مش هتأثر، انت اللي يعني. يا قاسي وجرح احساسي. الله 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 اغمى عليه. عصام تعال. بقول لك دلوقتي عملت مقلب يعني المفروض ان هو اغمى عليه. نعمل ايه بقى عشان الفلوج يكمل؟ جات لي فكره ما اتعملتش في اليوتيوب المصري كله. هنعمل ان احنا عصابه ويصحى تلاقي نفسه وسطنا. ماشي بس ما حدش يقرب من لباسي. لا ما تقلقش. لا انت جابت الحزام؟ هو يصحى متفاجئ بقى. يلا اركب. طب يا جماعه دلوقتي علي هو
اكنك لا ما هو مش دلوقتي عشان نعمل فيلم مقلب. طب يا جماعه دلوقتي المفروض علي ان هو اغمى عليه من السبراي اللي معانا ده واحنا هنعمل فيها عصابه بقى اصحى يا علي اصحى انت. احنا عصابه احنا خاطفينك. استنى ثانيه واحده بقى، رجع البتاع واحده عليا. هات كل الفلوس اللي معاك. انا مش بيرجو. امال انت مين؟ انا واحد شبهه. يعني المفروض دلوقتي في بتاع على عينيا. انا نسيتها. استنى لا ارجع رجع تاني. طيب استنى، فين البتاع اللي على عينيا دي؟ طب ايه؟ منديل والزق. بص تف على المنديل. لا هو حط سبحه تف في وشي يا فارس، تف في وشي. ماشي بص دي ما تشيلهاش من عينك. حاضر ماشي. اصحى يا علي احنا عصابه. راح واحده. انتوا مين؟ احنا عصابه. انتوا مين؟ عصابه وعايزين كل اللي معاك. قوم كده واحده. ايوه انت لو شلت دي على عينك انا هضربك. ايه البتاع اللي على عينيا اللي انا مش عارف اشيلها دي؟ انا ماسكه ايه صوتك العالي؟ انتوا مين؟ فين بيرجو؟ ايه ده ما بيتكلموش ليه؟ يا استاذ بيرجو، يا بيرجو. ايه ده يا جماعه؟ هو المقلب قلب بجد؟ مقلب دخلت عليك. لا والله لا معقول الكاميرا قدامي ومش شايفها؟ والله انت مش مخطوف. لا والله حاطينها قدامك. اهي بقى بص في كاميرا هنا اهي. لا والله انتوا فظاع جدا. بص الكاميرا اهي. انا مش شايفها والله. معقول قصادي اهي. لا انتوا طلعتوا فظاع جدا. شكرا انتوا طلعتوا فظاع جدا والله. لا المقلب ده بصراحه محتاج 100,000 لايك. لا ايه ده لا بجد. لو صدقت والله فعلا انا وكده يكون الفيديو خلص خلاص. انا عارف ان الفيديو المره دي الفيديو طويل شويه. ها ما تكدبوش شايفكم. واحب اشكركم للمره الثانيه على الدعم اللي عمال يحصل في القناه ده. 25,000 لايك وانا كنت طالب 15 الفيديو اللي فات. فالمره دي تعالوا نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك. الله اعلم بقى يوصل لكام، 30,000 ولا ايه؟ بس وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام. اكتبوا في السيرش بيرجو بالعربي او بالانجلش هظهر لكم. اعملوا لي فولو وهتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. وانا عارف ان الفيديو ده جديد كده، فيه حاجات جديده غريبه، فلو عجبكم الستايل ده اكتبوا لي في الكومنتات حلو او لا. وما تنسوش عاش يا بيرجو عشان بحبها فشخ. ما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 20,000 لايك. اشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد. عاش يا ابطال. عايش يا بيرجو عايش ولكل الابطال عايش. انا بعمل كل حاجه بدماغي بس مش بحب الاسفاف. يوتيوبر بقدم حقايق فكله مني بيبقى خايف. الفان اللي بيتابع كل فيديو مني ترفع الهاشتاج. عاش يا بيرجو عاش عاش يا بيرجو عاش عاش يا بيرجو عاش عاش يا بيرجو عاش